لمده 30 يوم جربت كل الحاجات دي قبل التمرين عشان اشوف فوائدهم، فتعالى اقول لك في اقل من 60 ثانيه ايه انسب حاجه بالنسبه لك. الرمان والبطيخ قبل التمرين بنص ساعه ما كانوش بيدوني بامب كبير زي ما الناس بتقول ان هو فيهم سيترولين عالي. القهوه ما سدتش معايا قوي في تحدي الاوزان، ولكن كانت كل التمرينه مخلاني فايق وعارفه اتمرن كويس. البامب كان وحش، دخلت الحمام اكتر من مره ومشكلتها ان طعمها فعلا وحش قوي. اتخانقوا معايا لو عايزين وجبه متكامله، اكتب لي في الكومنتات وجبه وهبعتها لك. وفعلا ادتني بامب كويس في التمرين وخليتها اتمرن على مدار التمرين من غير تعب، بس البامب ما كانش احسن حاجه برضه. واخيرا البري ورك اوت نو جوك من ماكس ماسل، جربته واداني طاقه على مدار التمرين كويس جدا، والبامب بتاعي كان ممتاز. مش بس بيديك كافيين، ده بيديك كمان سيترولين اللي بيديك البامب اثناء التمرين، اللي هو اعلى بكتير من اللي موجود في البطيخ والرمان، بس في سكوب واحد بس. ده غير البيتا الانين والتورين اللي فعلا بيخلوك مصحصح فايق اثناء التمرين. فمن الاخر ان انت تاكل وجبه قبل التمرين بساعه ونص. لو عايز تدي تمرينه متينه ممكن تاخد سكوب بري ورك اوت، ولو مش مقتدر على سكوب بري ورك اوت فخلي بالك ان القهوه فعلا برضو مش هتبقى ارخص اختيار بالنسبه لك وافيد حاجه. اما بالنسبه لي الوحش ده تقدر تجيبه من عند ماكس ماسل مع الموقع بتاعهم، او من 65 فرع اللي موجودين حوالين مصر. ولو مش عايز تجرب تشتري علبه كلها ممكن تشتري سكوب واحد بس وتجربه بنفسك. شفت بسطتها لك ازاي؟ افتكر دايما مفيش اسهل من الرياضه. اعمل لي فولو عشان دايما تستفيد.